ضيفيلي الكاكاو على المية المغلية وما توقعتش النتيجة تطلع معايا كده. هتعملي كل يوم ألذ فطاير عجيبة بطريقة جديدة ومميزة ومبتكرة جدا. تعالي بس انت تابعي معايا الفيديو وشوفي هنعمل الجمال ده ازاي. ألذ فطاير هتعمليها محشية وهتعمليها سادة زي ما انت عايزة. شايفين الجمال؟ بصوا معايا، تعالوا نشوف عملنا التحفة دي ازاي بشوية كاكاو وشوية مية مغلية. انا هدى ودي قناتي، لو اول مرة بتتابعيني ياريت تعملي لايك وتعملي اشتراك في القناة. هنسمي الله ونصلي على الرسول وهندخل على قصتنا النهاردة يا زهرة الكون. قصتنا النهاردة كاكاو مع المية المغلية. اول حاجة معايا طاسة على النار زي ما انت شايفة، طاسة حلة الموجود عندك. حطيت فيهم كوبايتين من المية، كوبايتين من المية. هسيب المية دي تغلي، لازم المية تغلي. هنحط 3 معالق كبار من السكر، وهحط 4 معالق من الزيت كبار برضو، وحطيت ربع معلقة صغيرة من الملح. هندوب السكر كويس ونسيب المية بتاعتنا تغلي. تابعي معايا الفيديو زهرة الكون علشان تعملي معايا ألذ فطاير شفتيها في اول الفيديو. بس كده المية لازم تغلي وتشوف البخار طالع منها. وهنجيب كوب الا ربع اللي هو فنجان القهوة. فنجان القهوة تعبيه كاكاو، يعني تعبيه كده يبقى الا ربع بس كده. وحطيته على المية المغلية زي ما انتوا شايفين وهدوبه كويس. وبعد كده هجيب كوباية دقيق، هجيب كوباية دقيق من 5 كوبايات دقيق معايا. هنحط كوباية دقيق نقلب كويس. في الحالة دي وطي النار وقلبي. لازم تمزجي الدقيق كويس بالمية المغلية زي ما انت شايفة. انا عايزة الطاسة بتاعتي دي تنضف، يعني تقعدي تلفي فيها لغاية ما تتلم معاكي عجينة. هتشوفيها معايا، شايفين؟ تقعدي بس اهم حاجة طبعا توطي النار، ما تخليش النار عالية معاكي. اهي شايفين اهي طلعت معايا من الطاسة بتاعتي اهي بقت عجينة. بس كده تمام. اول ما توصل المرحلة دي تطفي النار فورا، ما تسيبيش النار اكتر من كده عشان الحاجة ما تتلسعش معاكي. هحطها في الطبق بتاعي واسيبها تبرد. هغطيها بكيس واسيبها تبرد. هنا لازم تبرد يا جماعة، تبرد، ما تشتغليش فيها خالص. يعني دي بتبقى دافية معاكي بعد كده لما تشتغلي فيها. هنا معايا نص كوباية مية هدوب فيها المية هنا طبعا تكون دافية. معايا نص معلقة صغيرة او كبيرة من السكر، وهحط معلقة من الخميرة الفورية. هندوبهم كويس ونغطيهم ونسيبهم يخمروا لغاية ما العجينة بتاعتنا تبرد. ما تشتغليش في العجينة وهي سخنة خالص عشان الخميرة ما تفسدش معاكي. لو اشتغلتي والعجينة معاكي سخنة وحطيت الخميرة هتفسد معاكي، مش هتخمر خالص. اسمعي التعليمات دي يا زهرة الكون علشان تعرفي تعملي ألذ فطاير عجيبة. بس كده انا حطيت الخميرة اللي هي نص كوباية مية بس، هحطها على الكمية اللي انا عاملاها. هنا معايا دقيق، زي ما تاخد معاكي دقيق اديها. هي هتاخد معاكي 4 كوبايات، ممكن تاخد 3.5، ممكن تاخد 3 على حسب نوع الدقيق طبعا اللي عندك. حطيت الدقيق على الخميرة وعلى العجينة اللي انا عملتها بالكاكاو والمية المغلية. وبس كده انت هتحسيها بتلزق. هي لازم تبقى تلزق في ايدك، لازم تلزق عشان العجينة طبعا معمولة في المية المغلية. حطيت هنا ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وعليها نص معلقة صغيرة من الخل. بس كده تمام. انا خلصتها وهسيبها تريح معايا. انا مش هسيبها تخمر، انا هسيبها تريح 10 دقايق. بعد كده هشتغل فيها على طول. شايفين انا ريحتها، بعد كده هشتغل فيها زي ما انت هتشوفي معايا كده يا زهرة الكون. طبعا انت بتعجني وهتبقى ملزقه. طول ما انت بتعجني هي بتلزق. ما تحطيش دقيق كتير زي ما قلت لك، من 4 كوبايات. يعني الدقيق مجمله كله 5 كوبايات. هتاخدي كوبايه تحطيها على الكاكاو في الميه المغليه، والاربعه تشربيهم بعد ما نحط الخميره على نص كوبايه ميه بس. اكتر من كده ما تحطيش. تعجنيهم وهم هتلاقيهم بيلزقوا. ممكن تحطي دقيق، يعني تمسدي ايديكي دقيق، يا اما ممكن تشتغلي بالزيت عشان ما تمسكش في ايديكي. انت هتحسيها بتلزق. لو حطيتي لها كتير دقيق هتنشف منك. هنا انا بقولك اهو هما 4 كوبايات، يعني 5 كوبايات على بعض. الكوباية العادية الممسوحة تكون ممسوحة. بس كده هكورهم زي ما انتوا شايفين. هجيب الصينية بتاعتي واحطهم. عايزاها محشية احشيها، عايزاها سادة خليها سادة زي ما انت حابة. انا حبيت احشيها شوكولاتة بيضة
انت ممكن تحشيها شوكولاتة بني عادي مفيش اي مشكلة، عايزة تحشيها سكر مفيش مشكلة، وقرفة مثلا، اي نوع حشوة انت عايزة تعمليه اعمليه ان شاء الله. حتى لو عايزة تحشيها جبنة احشيها جبنة. بصراحة هي طعمها تحفة وسهلة في التشكيل. بس كده انا معايا شوكولاتة اهي مجروشة، هحطها واقفل عليها. انا ما حشيتهمش كلهم، انا حشيت 3 بس وسبت الباقي زي ما انت شايفاني كده بالظبط. افردي العجينة كويس وبعد كده حطي معلقة 2 على حسب العجينة اللي قدامك. انا جابوا معايا 8 كور، انت لو صغرت الكورة هتجيب طبعا ايه، هتجيب لك 10 هتجيب لك 12 على حسب ما انت عايزة ايه الكورة قد ايه. بس لو ماشية معايا وكده وعجبك الفيديو ياريت تحطي لايك او تعملي اشتراك لو اول مرة بتشوفيني يا زهرة الكون. يا رب تكوني استفدتي اي معلومة من اللي انا بقولها. بصراحة طريقة سهلة وبسيطة خالص وفطائر عجيبة. بصي هنا يعني يدوب تفرديها، يدوب بس تحط ايدك عليها حطان، ما تحاوليش تفرديها زي القرص ولا اي حاجة. بس كده شايفين ايدي بتعمل ايه؟ بس كده ونسيبها تخمر. هنا في الحالة دي لازم تخمر، هنا لازم تخمر. سيبيها يعني تلت ساعة نص ساعة على حسب الجو اللي عندك. لازم تشوفيها رفعت كده، شايفين اهي رفعت معايا. هتجيب الفرشة بتاعتك شوية زيت او شوية سمنة شوية زبدة بس كده، وهي حطيتها هتاخد معاكي من تلت ساعة لربع ساعة على حسب النار بتاعتك. ما عندكيش نار تحت وفوق شغلي تحت وبعد كده ولعي الشواية ايه لمدة دقيقتين بس، ما تخليهاش تاخد لون معاكي خالص. تعالوا نعمل ايه، نزوقها بقى بطريقتنا احنا. هتجيبي سكر بودر وتحط الشوكة زي ما انت شايفاني كده بالظبط وبالمصفى وتمشي عليها. شايفين احلى فطاير دي، هسميها الفطائر العجيبة. تحفة يا جماعة، شكلها تحفة وطعمها خرافة. شايفين اهي تمشي عليهم كلهم. طبعا انا حاشية شي بالشوكولاتة زي ما انتوا شفتوني، وممكن يبقى سادة وممكن تحشيها عجوة زي ما انت عايزة. الحشوة دي بتاعتك انت. اهم حاجة تحضري كوباية الشاي بلبن وهتشوفي الفطائر العجيبة دي التحفة. شايفين تحفة شكلها. لو عندك ضيوف ممكن تعمليها لهم يعني قبل ما يجوا كده بايه بساعة وتبقى جاهزة معاكي وتقدميها. شايفة التشكيل تحفة. شفتوا فطاير عجيبة بالشكل ده، طريقة عبقرية وجديدة ومميزة جدا. مكلفتناش اي حاجة، شوية كاكاو مع شوية دقيق هتبهري ولادك ان شاء الله. بصوا معايا تحفة. شايفين يا جماعة تحفة. شايفين ما تخافوش هو النور قطع، انا هشغل الكشاف واكمل معاكم. شايفين تحفة. قلت اكمل الفيديو بدل ما انا ايه لسه هستنى الكهرباء لما تيجي وكده. كده اصلا كنا عايزين نفطر. الله الله على الجمال. دي الشوكولاتة طبعا زي ما انتوا عارفين الشوكولاتة البيضة ايه لما بتسيح بتبقى مش حلوة خالص. لو عايزة تحط شوكولاتة بني عادي مفيش اي مشكلة، اي نوع شوكولاتة عندك، نوتيلا. بصراحة ألذ فطاير عجيبة، طريقة جديدة ومبتكرة جدا. وشير ولايك واشتراك في القناة. مع السلامة، اشوفكم فيديو قريب. يا رب الوصفة تكون عجبتكم.